سالو لي زامي. على العيد أخذت كم كيلو، شوي هون شوي هون شوي هون. مشان هيك بدي أعمل سيري فيديوز أكل صحي، وهيدا الفيديو رح نعمل فيه بازيلا ورز. بجيب بصلة وسط بقطعها قطع صغيرة وملعقة صغيرة زيت زيتون، بحط البصلات فوقهم وبصير حركها. أحسن ما تحترق البصلة شو بعمل؟ بزيد عليها نتفة مي وبحركها. بس تدبل البصلة بصير لونها نتفة صغيرة غامق، بزيد عليها نص كيلو لحمة وبحركن. قبل ما يستويوا اللحمات بزيد عليهم ملعقة من الخلطة السحرية أو نوع البهارات اللي انتو بتحبون. أكيد بنصحكم بالخلطة السحرية لأنه بتعطي نكهة كتير طيبة بالطبخ. بجيب راسين بطاطا صغار بقطعهم كوبات كمان وبحطهم فوق اللحمة وبقلبهم. كتير بحب اطبخ هيدي الطبخة لأنه سريعة وطيبة والكل بيحبها. بزيد عليها مي تقريبا لتر، بحركن أكيد وبحط فوقها الخضرة. أنا عم حط بازيلا وجزر، حطيت 400 جرام بازيلا وجزر. بقطع فوقهم نص واحد فليفلة حلوة صغير يكون مش كبير، بيعطي نكهة كتير طيبة. وبدي ملح، ملعقة ملح، بحركن وبغطيهم حتى تستوي البطاطا ويستوي الجزر والبازيلا. هون شو عم بعمل؟ حطيت ملعقة من النشا. ليه؟ تطلع الصوص شوي صغيرة سميكة، وملعقة رب فوقها. إذا بتحبوا الصوص سميكة أكتر بتحطوا ملعقتين نشا، أنا بحط ملعقة واحدة. تأكد إنه البطاطا استويت. بحط الرب والنشا حتى سمك الصوص. أنا عم بطبخ بحب كتير ذوق الطبخ، بس أحسن ما استعمل 100 ملعقة أنا عم بطبخ شو بعمل؟ بشيل بهالملعقة وبدلق فوق ملعقتي، يعني بستعمل ملعقة واحدة بس. كتير 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 طيبين. هلا بدي اسكب وبدنا ندوق. هيدي الطبخة عملناها بملعقة واحدة زيت، والرزات كمان مني مكترة فيهم، حاطة فيهم ملعقة زيت جوز الهند. إذا بتحبوا تتعلموا كيف نعمل الرز بطريقة كتير حلوة وما يلزق على بعضه، فوتوا على الديسكريبشن تبع الفيديو. وهيك بتكون خلصت الطبخة. شي كتير طيب. ليك شو حلوة، ألوانها حلوة، أخضر أورانج أصفر، بتجنن. تنشوف الطعمة. طعمة البازيلا كتير واضحة فيها لأني مستعملة بازيلا مفرزة، وطعمة الجزر كمان طيبة، عطيتها نكهة غير شكل. والبطاطا هيك عطاها شوية حياة وحركة. بس بدي أخبركم أحلى شي فيها هو خلطة البهارات. الخلطة السحرية ما معقول شو بتعطي نكهة كتير حلوة بالطبخ. رح أحط لكم اللينك بالديسكريبشن تبع الفيديو. وإذا بدكم الخلطة السحرية حابين تشتروها فيكم تحكوني على البرايفت، وإذا بدكم فيكم أنتم تعملوها عند العطار. أهم شيء نفس بالطبخ. I love you all.